بالفعل شاب يمني أطلق شبكة للتواصل الاجتماعي تضاهي بمزاياها العالمية. هذه الشبكة هي الأولى في الوطن العربي وتتيح التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بشكل بسيط وملائم. سالي الجوهي لديها تفاصيل أكثر، نتابع. استطاع ماجد وهو شاب يمني في العشرين من عمره إطلاق أول شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم العربي تعرف بأودل. ميزاتها تفوق ميزات نظيراتها من شبكات التواصل الاجتماعي في الغرب. أهم تلك الميزات أنها تتيح للمستخدم العربي الدردشة مع آخرين لا يتكلمون العربية بلغته الأم، ويمكن في أثناء الدردشة النطق بالكلمة فتتم كتابتها من دون طباعتها. تمكنت الشبكة وهي بعد في المرحلة التجريبية اجتذاب 250,000 مستخدم، ما شكل حافزا قويا لتطويرها كي تنتقل مستقبلا إلى العالمية. نحن بصدد معاملة ترخيص وسنكملها عما قريب، لأنه الترخيص نحن نحاول أن يكون من منظمة الويبي تحديدا. الويبو منظمة الويبو الدولية تقدم تصريح دولي وليس محلي، بينما صنع بترخيص محلي. نحن حاليا قد قمنا بالأشياء الكاملة للترخيص المحلي كشبكة اجتماعية محلية. يمكنك أنك تعملي منشور وتحددي وقت لنشره بعد فترة معينة ينتشر، ويمكنك أيضا مشاركة الموسيقى، يمكنك الدردشة بالفيديوز مع هانجو، يعني مجموعة مكالمات فيديو جماعية، يعني اجتماع ميتينج. وأيضا يمكنك أيضا عمل كلمات سر أو باسورد إضافة لخصوص سياسة الخصوصية للمستخدمين. أضفنا خدمة جديدة إنك تعمل باسورد أو كلمة مرور للمنشور بحيث إنها ما تورط عند أي شخص غير الشخص الموجود عنده الباسورد. أيضا عندنا أيضا مميزات كثيرة، إنها منشور متقدم يمكنك أن تضيفي أثناء المنشور ريبورت كامل، يعني تضيفي فيديوز وصور وموسيقى. يمكنك بنقرة زر واحدة نسخ حساب فيسبوك، يعني بنقرة زر أو جوجل أو تويتر أو إنكدين أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي. شبكة التواصل أودل هي حصيلة عمل استمر 3 سنوات بالتعاون مع طاقم من المستشارين الإعلاميين والقانونيين، سيتيح إطلاقها رسميا في المستقبل. وقد باشر فريق من الشباب الترويج لها وتسويقها من أجل استقطاب أكبر عدد من المستخدمين. عملنا مجموعة حملات رسمية في صحف، في مواقع، وبعدين بدأ كتسويق شخصي، بحيث أنه أنا مثلا أعرض هذه الفكرة على أصدقائي، استقطب أصدقائي لهذا الموقع، أعرض عليهم الفكرة، يشوفوا الخدمات، فالناس بدأوا يحبوها. يعني الشخص اللي يدخل يجيب معه 10 أشخاص ويقول لهم هذا الموقع يعرض علينا خدمات ما نلاقيهاش في مواقع ثانية، وهكذا استمر العدد في التزايد. مجرد أن الشاب اليمني استطاع أن ينشئ شبكة اجتماعية وتوصل إلى العالمية و200 مستخدم، هذا يعني شيء يثبت نجاح البرنامج ونجاح الفكرة. لم يتوقف حلم ماجد ورفاقه على تأسيس شبكة أودل، بل هم يسعون مستقبلا إلى إنشاء شركة خاصة بنظام أودل ليثبتوا قدرتهم على إحداث الفرق والوصول بطموحهم إلى تطوير هذا العمل إلى بعد ما يكون. سالي الجوهي، MBC.